ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا بعتذر عن الغياب، مقضيها انا فيديوهات قصيره وكده. النهارده جاي لكم بفيديو بفلوس عشان انتوا حبايبي، وعايز بعد الفيديو ده اي حد مش عامل سبسكرايب او لايك يعمل لايك وسبسكرايب، عشان كلام النهارده والله العظيم مش هتلاقيه في اي حته تانية. كلام بقوله لك من اعماق القلب. فعشان ما اطولش عليكم، موضوع النهارده هو عباره عن ان انا هعلمكم خدعه انا اوريدي علمتها قبل كده، بس هعلمك ازاي تتدرب عليها، وانت بالفكره بتاعت التدريب طبقها على اي خدعه جديده تتعلمها. فيلا بينا ندخل في الموضوع على طول. طيب، اول حاجه لو حد مش سامعني كويس يحاول يلبس هاند فري او حاجه، لان انا المايك بتاعي بايظ فمش عارف اوصله بالموبايل. فتعالوا كده نشوف ايه هنعمل ايه النهارده. اول حاجه عايزك تعتمد عليها في الخدع هي البرفورمانس انجل، يعني الزاويه بتاعه التأدية. او نفترض ان انا الشخص قدامي، طبعا مش كل خدعة انا هعملها هينفع ان انا اكون واقف كده قدام الشخص ستريت. ممكن في خدعة اضطر ان انا اميل شوية بجنب، فاهمني، او اميل شوية بجنب الناحية دي، زي مثلا حركة الكلاسيك باس. يعني مثلا حد يختار كارت ونفترض الكارت ده، وانا عايز اتحكم في الكارت بشكل ما ان انا اعمل كده، اخليه اول كارت. فطبعا لو انا وقفت ستريت قدام الشخص، اختار مثلا الولد اهو، شايف هو لو واقف قدامي هيشوف ايه اللي بيحصل. فالاحسن ان انا مايل شويه مثلا كده. لو انا هعمل حركه زي دي، شاور على اي كارت، نفترض شاور على الكارت ده اللي هو بنت كارو اهو، واقلب. كل اللي انا هعمله، شايف مفيش اي حاجه لحد دلوقتي، هقلب بس ايدي كده، خلاص كده البنت بقت اول كارت. لو انتم مهتمين تتعلموا الحركه دي بالتفصيل اكتبوا لي تحت في الكومنتات، وممكن اشرحها لكم ان شاء الله لو الفيديو ده جاب لايكس كتير. طيب، علشان ما اطولش، خدت النهارده عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا اخلي الشخص يقول ستوب في اي مكان، ولنفترض هنا. عايزكم كلكم تحفظوا الكارت ده كويس بالعلامه، انا مش شايف هو ايه طبعا. وبرجع الكروت في النص، بحيث الكارت يعني يكون في نص الكروت، وممكن الخبط عادي بالشكل ده. طبعا بديله الكوتشينه لو هو حابب بيفنط. بقول له فكر في الكارت كويس، الكارت بتاعك كان كذا، خلاص. فانا مثلا قدام الشخص اقول له فكر فيه كويس، تخيل الارقام، تخيل العلامه. انا اوريدي عارف ان هو 6 سبيدز. طيب، عرفت منين؟ تعالوا نشرح الحركه بالراحه خالص، وبعد كده هقول لك ازاي تتمرن عليها. واي خدعه بعد كده تتعلمها ازاي تتمرن عليه، وتبقى جاهز خلاص ان انت لو قابلت اي شخص وعملتها له، خلاص انت فعلا جاهز انك تعمل الخدعه دي كويس. طيب، الموضوع كله هو ان انت تطلب من الشخص يقول ستوب في اي مكان، ولنفترض قال ستوب هنا مثلا. بشيل الكروت، خلاص انا شايف ان ده مثلا 5 قلب اهو. لما بنزل ايدي، باجي بالثلاث صوابع دول بسحب الكارت ده ناحية ايدي، خلاص بالشكل ده. لما بسحب ببدأ ارخي ايدي شوية، فالكارت بينزل لتحت زي ما انتم شايفين في فاصل اهو، هقدر ارجع عليه الكروت. فالشخص بيفكر ان الكارت بتاعه هنا، بس هو في الحقيقة اخر كارت. لما بسكوير كله على بعضه يبقى الكارت اخر كارت. وشرح الحركه دي هتلاقوها تحت في الديسكربشن بالتفصيل برضه. طيب، انا دلوقتي الشخص قدامي، اول ما بدات الخدعه خالص ركز بقى. الكوتشينه اهي جوه العلبه، طبعا ببدا بالكوتشينه جوه العلبه، والكوتشينه في جيبي. انا دخلت على مجموعه ناس، سلمت عليهم، ازيكم عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. تعالوا اجرب معاكم حاجه. انا دايما كمحمد بقول المصطلح ده، تعالوا اجرب معاكم حاجه، مش تعالوا اعمل لكم خدعه، لان الحاجه اللي هعملها لهم ممكن تكون لها علاقه بقرايه الافكار، فساعتها مش هيبقى حلو ان انا اقول تعالوا اعمل لكم خدعه. طلع الكوتشينه، واهم حاجه في الموضوع قبل طبعا البرفورمانس انجل هو ثقتك في نفسك. لازم تكون واثق في نفسك ومش خايف مهما كان العدد اللي حواليك. انا من كام يوم والله كنت ببرفورم لمجموعه من الناس، وكنت سراوندد، يعني حواليا ناس، مع ان اصلا في الماجيك في حاجات كتير جدا ما ينفعش تعملها وجنبك حد ووراك حد. انا بقى كنت محاوط، يعني والله العظيم كان في ناس ورايا، مع ذلك كنت بحاول بطرق معينه ان انا اداري اللي انا بعمله، فاهم قصدي. وطبعا الحته دي انت هتكتسبها مع الوقت، يعني عمرك ما تكون مبتدئ كده وايه وتروح على طول تعمل اللي انا بكلمك فيه ده. الموضوع هياخد منك شويه مجهود، شويه خبره، وهكذا. دلوقتي الشخص اول حاجه انا هعملها خالص بعد ما قلت له الكلام ده ازيك مش عارف ايه، طلع الكوتشينه واقول له خد الكروت لخبطها. انت طبعا كل ما تحسسه ان الموضوع فير هو بيثق فيك، بيحس ان فعلا مفيش تلاعب في حاجه، فاهمني، ويبان ان انت واثق من نفسك. فدي سايكولوجيكلي الشخص لما بيشوفها كده يقول ده شخص متمكن. انت ممكن تكون ما بتعرفش تعمل اي حاجه، بس طريقه كلامك موحيه انك فعلا حقيقي. فدلوقتي انا اديته الكوتشينه هيلخبطها، انت واقف طريقتك طبعا زي ما قلت لك، انت واثق من نفسك حتى لو انت من جواك خايف شويه. عايزك تهدى خالص، تكون راسي. حط دايما في دماغك ان انت الحاجه اللي بتعملها مهما كان مين الشخص ده هو مش هيعرف انت عملت ايه، لان انت متعلم حاجات. انت معلش يعني مش متعلم حركه كده بتعمل، انت متعلم فن. لو انا مثلا كارت اهو مش عارف ايه، طق،
هو عمره ما هيعرف انت عملت ايه. انا هنا اتحكمت في الكارت خليته الاخر، بس هو ما يعرفش. فانت لازم يكون عندك الثقه دي. الثقه دي هتنبع من ان انت بتعمل حاجه هو ما يعرفهاش. تحط دي في دماغك. واي حد بقى تقابله يقعد يقول لك اللي انت بتعمله ده مش عارف ده تفاهه شاف ايه، نفض للناس دي خالص. مفيش حد بيحب حد بيعمل حاجه مختلفه الا من رحم ربي. في ناس بتحب الخير لغيرها، بس في ناس اللي هو ايه ده انت بتعمل ايه يعني؟ بتعرف تقرا افكار؟ طب اقرا افكاري. ادخل عندي على التيك توك هتلاقي معظم الكومنتات ناس عماله تهاجمني وخلاص. ناس اصلا عماله تدعي عليا وتشتمني، ما عملش اي حاجه، رغم ان انا طالع يا اما بدي نصايح بفيد الناس بعمل خدع. لا عمري تطاولت على حد ولا قلت ادبي، انا الحمد لله متربي على كده. بس اللي في الناس مش هيتغير عشان هو ده طباعهم. انت لو طالع بتصلي وهم انت مش عاجبهم كده، خلاص هينتقدوك. ذكر ربنا والرسول عليه الصلاه والسلام الناس اختلفت معاهم، فانت الناس مش هتختلف معاك، لازم تتقبل الموضوع ده. ولو السلبيه اكتر من الايجابيه عادي برضه. وعلى فكره السلبيه دي جزء من نجاحك، بس طول ما انت ماشي صح يعني لا بتغضب ربنا ولا بترخم على حد ولا بتتطاول على حد، خلاص انت ما دام شايف ان انت في السليم خلاص ما تقلقش من اي حاجه تاني. عارف ان انا طولت عليكم في موضوع التنميه البشريه ده وكده، بس انا لازم اقول لكم الكلام ده عشان انا والله مريت بالحاجات دي ومن سنين. انا خلاص اخدت على الموضوع و جاي انقل لك الحاجات اللي انا مريت بيها. مش عايزك تتضايق، ثق في نفسك، اهدى وابدا. خلاص الشخص فنط الكروت بتاخدها منه، قول له بصوا هعمل لكم البرفورمانس كاني قدامي شخص، وبعد كده هشرح لكم ايه اللي حصل بالتفصيل. هنبدا. طيب دلوقتي انا همشي على الكروت، عايزك تقول لي ستوب في اي حته. تمام ماشي. هنا اكيد. طيب عايزك تحفظ الكارت ده كويس بالعلامه وما تقوليش عليه. اهم حاجه ما تنساش العلامه، لان في كل كارت 4 علامات. خلاص ماشي. دلوقتي فنط الكروت، فنطها مثلا ممكن تفنطها كده، ممكن لو انت بتعرف تفنط اللي هي الفار شافل او الريفل شافل ايا كان، خد فنط بالطريقه اللي انت حاببها. طيب دلوقتي اللي حصل ان انا عرفت ان هو اختار شايب تريفل. ازاي؟ لما انا قلت له هنا قول ستوب، احفظ الكارت كويس بالعلامه، انا بعمل الحركه المفروض ان انا بكون بكلمه، لان انا مش عايز كل تفكيره او نظره يكون على ايدي. الماجيك بيحصل في الحركه دي اهو. خلاص فانا مش عايزه يكون بص على ايدي. فساعتها بعد ما هو حافظ الكارت اقول له دلوقتي عايزك تفضل فاكره وبالعلامه. وممكن ساعتها لو هو واقف قدامي كده هتلت بجسمي شويه عشان خاطر هو يبقى شايف الشكل ده. يعني ونفترض ان انتوا اهو انتوا الشخص، وانا بعد ما كنت واقف كده هروح بس بايدي كده شويه. انا لما ميلت بجسمي الكارت اللي انا سحبته من تحت، يعني بعد ما كان كده وانا عملته كده خلاص ما بقاش باين، هو الشخص واقف قدامي كده. فانا دلوقتي وانا برجع الكروت برجعها فوق الكارت اللي انا سحبته، فهو ستيل شايف ان الكارت بتاعه هنا. اقول له بص هضم الكروت، دلوقتي عايزك تاخد الكروت تفنط. دلوقتي انا شفت ان هو 7 سبيدز هو في الاخر، بس الشخص ما يعرفش ان انا عارف ان هو تحت. الشخص اوريدي فعلا ما يعرفش ان هو تحت اصلا. دلوقتي هقول له ايه؟ خد فنط الكروت. بص ممكن تفنط كده. السبب اللي بيخليني زي ما قلت لكم ان انا بعد ما اديله الكروت ارجع تاني اتراجع وافنط، هو ان انا مش عايز لما اديله الكوتشينه ياخدها يبص تحت بالصدفه يلاقي كارته، افهم ان انا اتحكمت فيه، اتحكمت في الكارت يعني. فاهمين؟ فهو لو اختار ايس وانا خليته تحت زي ما انتم شايفين وبقول له بص عايزك تفنط الكوتشينه، بص ممكن تفنطها كده او ممكن تفنطها كده. فانا دلوقتي اللي خلاني افنط ان انا شفت الكارت في جاستيفيكيشن للبيك، عملت بيك. يعني انا شفت الكارت في نفس الوقت في سبب خلاني ابص على الكروت. اللي هو هعمل كده، ايه السبب اللي خلاك تبص على الكروت؟ انت اكيد شفت حاجه. ده بقى الحاجات اللي بتدور في مخك. طبعا بعد ما عرفت الكارت تقدر بقى تعمل له ريفيل بالطريقه اللي انت عايزها. ولو انت دورت كويس في فيديوهات الشرح بتاعتي هتلاقيني بشرح الحاجات دي بالتفصيل. بس كده، شكرا يا جماعه انكم اتفرجتوا. الفيديو ده والله بفلوس، يعني كلام تقيل مش هتسمعه طبعا في اي مكان غير هنا عندي على القناه. فكركم دلوقتي ان احنا 2000 وشويه مشترك، فعايزين نوصل ل 10000 في اسرع وقت عشان هيبقى فيه مفاجآت اكبر في القناه. اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل سبسكرايب، ولو عندك اي سؤال او اي حاجه عايزها قولها لي تحت في الكومنتات. بس كده، بحبكم وما تنسوش تصلوا على النبي، تحافظوا على صلواتكم وتقربوا من ربنا. وبس كده، سلام.